تخيل نفسك قاعد مع أصحابك وبتشتكي إنك عندك شوية صداع، فجأة تلاقي واحد طالع لك يقول لك الصداع ده مكانه فين وبدأ إمتى وشكله عامل إزاي، بيسمع فين، بيزيد بإيه وبيقل بإيه. طبعا الصداع بدل ما يخف هيزيد. قبل ما أقول لك مين الشخص السخيف ده، تعالى أخدك معايا ل 399 قبل الميلاد لواحدة من أشهر المحاكمات في التاريخ، محاكمة سقراط. راجل اتحكم عليه بالإعدام مش لأنه قتل أو سرق، ولكن لأنه كان مختلف، كان متشكك في كل شيء، وبيسأل أسئلة متتالية ومزعجة بتحرج وبتكشف الجهل المتغطي بثقة وكلام كبير. في المحاكمة اتهموه بتهمتين، الأولى وهي إفساد عقول الشباب، والتانية عدم احترام آلهة المدينة. لكن الحقيقة أو مشكلته الحقيقية إنه كان بيخلي الناس تشك في اللي فاكرينه مسلمات، وده كان كفاية عشان يتحكم عليه بالموت. ومن المفارقة إنه حتى في محاكمته اللي أصلا سببها كتر الأسئلة، سقراط ما بطلش يسأل. فضل يسأل نفس الأسئلة الكاشفة والمستفزة لحد آخر لحظة. أسئلة من نوعية: أنت متأكد إنك فاهم ولا بس فاكر إنك فاهم؟ إيه دليلك؟ وهل ممكن تكون غلط؟ وإيه هو الغلط؟ أخطر حاجة مش الجهل، أخطر حاجة إنك تكون واثق وأنت غلط، وده بالظبط اللي حصل من 2400 سنة وبيحصل لحد النهاردة. لوسي، واحدة عندها 38 سنة، فجأة وبدون أي مقدمات بيجيلها جلطة وردية عميقة، وبعدها الجلطة دي تمشي وتعملها جلطة في الشريان الرئوي. ابنها قلقان وعايز يعرف إيه سبب الجلطة دي. ووسط الكلام الابن بيقول إنه كان بيديها كحول عشان يهديها، أصل هي عندها شوية هلاوس سمعية وكانت متشخصة قبل كده بسكيزوفرينيا. طبيب الطوارئ بيرد بثقة غريبة: خلاص الكحول هو السبب ومفيش داعي للحجز. وهنا دكتور هاوس اللي كان سامع الحوار كله بيتدخل وبنفس أسلوب سقراط: كحول يعمل جلطة؟ طب إزاي؟ طب أنهي نوع وكميته قد إيه؟ وقول لي في أنهي تكست بوك اتقال إن الكحول ممكن يتسبب في جلطة لواحدة عندها 38 سنة؟ مش صغيرة شوية؟ هاوس هنا ما قالش أنت غلط، ولكن عمل حاجة أذكى، خلى الطبيب نفسه يشك في التشخيص اللي كان فاكره شيء مسلم بيه. هاوس والفريق بتاعه ما وقفوش عند كلمة جلطة وخلاص. السؤال الحقيقي كان إزاي واحدة عندها 38 سنة يجي لها جلطة عميقة زي دي من غير أي عوامل خطورة واضحة؟ بدل ما يسألوا نعالج إزاي، بدأوا يسألوا ليه حصلت وإيه السبب. فقرروا يعملوا ثرومبوفيلا سكرين، ودي عبارة عن تحاليل بتدور في الأساس على طفرات جينية بتكون مسؤولة عن زيادة احتمالية التجلط: فاكتور في ليتن ميوتيشن، وبروثرومبين جين ميوتيشن، بروتين سي، بروتين اس، وانتي ثرومبين 3. لكن في نفس الوقت هاوس بيعمل حاجة أهم، بيروح بنفسه ويفحص المريضة. وهنا الصورة بدأت تكمل. هاوس بيلاحظ تكس أو حركات سريعة لا إرادية، بالإضافة إلى تريمورز أو رعشة في الإيدين، ولسه المريضة بتسمع أصوات أو هلاوس سمعية. وفجأة الحالة تاخد منحنى تاني وأخطر تماما. لوسي تدخل في هيماتيمسيس أو قيء دموي شديد. احنا كده عندنا جلطة، أعراض عصبية، أعراض نفسية، وأخيرا نزيف. يعني إيه مريضة بتجلط وبتنزف في نفس الوقت؟ ودي لحظة من أخطر اللحظات في الطب، لأنك بتقف قدام المريض حرفيا متكتف مش عارف تعمل إيه. الفريق بيراجع ثرومبوفيلا سكرين ويلاقيها كلها سليمة، مفيش أي سبب جيني يفسر التجلطات اللي حصلت. ولما رجعوا للكواجيليشن بروفايل لقوا البي تي او زمن البروثرومبين عالي. هنا الفريق بيقول ان ده غالبا سببه نقص فيتامين كي. والحقيقه ان نقص فيتامين كي هو تشخيص منطقي جدا، لان فيتامين كي مسؤول عن تصنيع اهم عوامل التجلط في الكبد زي المعامل 10 و9 و7 و2. فطبيعي جدا ان نقصه هيسبب نزيف ويفسر زيادة البي تي أو زمن البروثرومبين. طب الجلطات بتحصل إزاي؟ هنا بقى في نقطة أدق شوية. فيتامين كي مش بس مسؤول عن تصنيع عوامل التجلط، وإنما مسؤول عن تصنيع بروتين سي وإس، ودي تعتبر ناتشورال أنتي كواجلانت أو مضادات للتجلط بتتفرز بشكل طبيعي من الجسم، وظيفتها منع التجلط الزائد. ففي حالة نقص فيتامين كي يصبح بروتين سي غير قادر على الأداء بوظيفته بشكل مظبوط، فتحصل الجلطات. يعني باختصار نقص فيتامين كي يقدر يفسر إزاي حصلت جلطات ونزيف في نفس المريضة. الفريق بيقرر إنه يعمل لها سونار ويلاقوا فيه تليف في الكبد، وده اللي بيفسر نقص فيتامين كي. هاوس يرجع ويشك إن التشخيص النفسي غلط،
أولًا السن مش مناسب لمرض زي الفصام أو السكيزوفرينيا، لأن غالبًا الأمراض دي بتبدأ في سن بدري شوية في أوائل العشرينات، لكن الحالة دي عندها 38 سنة. ثانيًا طريقة ظهور الأعراض كانت غريبة، في السكيزوفرينيا الأعراض بتكون تدريجية واحدة واحدة، لكن في المريضة دي الأعراض بدأت بشكل مفاجئ وعنيف. ثالثًا الأعراض الجسدية لا يمكن تفسيرها على إنها مرض نفسي، لأن المريضة عندها رعشة أو tremors، يعني عندها علامات عصبية واضحة. والسكيزوفرينيا أو الفصام هو مرض اضطراب في التفكير والإدراك، مش مرض يسبب رعشة أو أعراض عصبية بالشكل ده. رابعا تليف الكبد بيغير المعادلة. في اللحظة دي هاوس بيبدأ يفكر في واحد من أندر الأمراض في الطب، ويلسون ديزيز، وده عبارة عن مرض وراثي بيحصل فيه خلل في تخلص الجسم من النحاس، فالنحاس يبدأ يترسب في أماكن معينة في الجسم. في الكبد يعمل تليف في الكبد، في المخ خصوصا في البيزا جانجليا يبدأ يعمل أعراض زي رعشة واضطرابات في الحركة، تغيرات نفسية وهلاوس سمعية. يعني مرض واحد بس قدر يفسر كل الأعراض دي. هاوس بيقرر يعمل حاجة بسيطة جدا، يفحص عينيها ويلاقي حوالين القرنية علامة اسمها كايزر فريشر رينج، ودي بتكون عبارة عن حلقة لونها بني مائل للأخضر بتحصل نتيجة ترسب النحاس في العين. وهنا الصورة اتقفلت. في الطب مفيش تشخيص بيتشخص بعلامة واحدة. حالة زي دي أول حاجة لازم تشوفها هي سيروبلازمين، غالبا هيكون منخفض في مرض زي ويلسون ديزيز. تاني حاجة بنعمل 24 اور urinary كابر، وده هيكون مرتفع لأن الجسم بيحاول يتخلص من النحاس بأي طريقة ممكنة. ومع تجميع الأعراض النفسية والعصبية وتليف الكبد والجلطات ساعتها التشخيص ما يكونش مجرد رأي، إنما بيكون حقيقة. في النهاية الطبيب واثق في نفسه، شاف الأعراض وقفل التشخيص وقال مفيش داعي. واللي أنقذها ما كانش طبيب أذكى ولكنه كان متشكك، وقف وفكر مرتين وسأل نفسه ليه وإزاي. في الطب مفيش حاجة أكيدة، والشيء الوحيد اللي احنا متأكدين منه إننا مش متأكدين. بس كده، ولو عجبك الفيديو اعمل فولو، ولو انت على يوتيوب اعمل سبسكرايب وقول لنا في الكومنتس ايه الأخطاء الطبية اللي انت شفتها واحنا مخدناش بالنا منها.